أهلا بيكم في بودكاست جديد من اسمعني. هتكلم النهاردة عن موضوع مهم قوي وهو تفريغ المشاعر. أي حدث بيحصل لنا في حياتنا ممكن يكون بيضايقنا قوي أو داس على شيء، جرح قديم، مشكلة قديمة إلى آخره. مهم قوي إن الواحد يعبر عن هذا الشعور، يفرغه. في طرق كتيرة للتفريغ، أولها إن الواحد يفضفض أو يتكلم فيها مع حد. تانيها إن هو يكتب على الورق أنا حاسس بواحد اتنين تلاتة، أنا بكل صراحة، لأن أنت مش هتقدر تضحك على نفسك. أنت ممكن تضحك على أي حد، تخبي حاجات، ما تقولش الحقيقة كاملة، ولكن عمرك ما هتكون خادع لنفسك، عمرك ما هتخدع نفسك أو هتزيف الحقيقة، لأنك أنت أكتر حد عارف الحقيقة إيه بكل جوانبها الحلوة والوحشة. فكون صادق مع نفسك في الكتابة واكتب كل اللي حاسس بيه. إنك تكون ضعيف قدام نفسك ده طبيعي، لأنك أنت بشر في الآخر، إنسان بيحس بكل الأحاسيس الموجودة في الحياة. فكون قدام نفسك أنا ضعيف، أنا محتاج حد جنبي، أنا فشلت. اعترف إن أنت فشلت، مش غلط ومش عيب. هي بتوجع، مش هقولك إن هي مش بتوجع، بس ده أحسن بكتير قوي من إنك تزيف الحقيقة. ده نوع من أنواع التفريغ. في تفريغ آخر وهو عن طريق الرياضة، إن أنا أروح أفرغ طاقتي في الجيم، في ألعاب القوة، في السباحة، أي حاجة بقدر أعمل فيها مجهود، ده بيطلع أو بيفرغ من الطاقة المكبوتة جوايا. طيب إيه اللي هيحصل لو أنا مفرغتش هذه المشاعر؟ هيحصل إنك أنت هتتكتم، وهيبقى في تراكمات ورا بعض. هتطلع مع أول نكشة حقيقية هتدوسلك عليها، هتطلع هتنفجر، هتحس إن أنت إما هتنفجر عصبية، أو هتنفجر انفعال بقى أيا كان هو إيه الانفعال، أو هتنفجر عياط، أو هيتخزن كل ده ويطلع في تعب جسدي أنت هتتفاجئ منه. هتبقى مش عارف سبب التعب ده إيه. السبب الأساسي ليه هو نفسي، إن أنت كبت مشاعرك قبل كده وما فرغتهاش. فاسمح لهذه المشاعر إن هي تعبر عن نفسها. المشاعر جاية علشان تنبهك إنك غلطت في حاجة معينة، إن أنت اتجرحت في حاجة معينة فدست لك على نقطة ضعف محتاج تقويها. المشاعر جاية علشان تقعد شوية وتمشي. فما ينفعش ان انا اكبتها جوايا وما خليهاش ترحل بسلام. الموضوع صعب ومحتاج تدريب، ولكن ان شاء الله لو حابين نتعمق اكتر في الموضوع ونتكلم عن السماح برحيل هذه المشاعر، اكتبولي في كومنت وقولولي انتوا كمان بتعبروا عن مشاعركم ازاي، وهل حصل قبل كده وكبتوا المشاعر وطلعت مرة واحدة لحاجات تافهة ما تستاهلش. هستنى تعليقاتكم، وزي ما سمعتوني انا مستنية اسمعكم. بشكركم جدا على حسن الاستماع، ما تنساش لايك والشير والسبسكرايب، وهستناكم الحلقة الجاية إن شاء الله. باي باي.